امتى التربيه الجنسيه تبدا؟ التربيه الجنسيه المفترض ان هي بتبدا من سن صغير قوي، يعني انا مش هبالغ لو قلت ان هي بتبدا من تقريبا اول يوم في عمر الطفل. المفترض ان الطفل وهو صغير انا بعوده وبعود نفسي وبعود اللي حواليا كمان ان الطفل ده جسمه مقدس، وبناء عليه مش اي حد يدخل يغير له، ولا اي حد يدخل يحميه، ولا اي حد يكشف جسمه. فالتربيه الجنسيه بتبدا من سن صغير قوي، وكل ما كبر الطفل كل ما التربيه الجنسيه بتاعتنا اتطورت معاه. طيب ازاي احمي ابني من التحرش؟ يعني احنا محتاج ان احنا نكون مربيين الطفل اصلا من هو صغير. يعني احنا بنتكلم بسن مثلا 3 سنين انا بفهمه ان في لمسه كويسه ولمسه مش كويسه، لمسه حلوه ولمسه شريره، وبناء عليه الطفل بيفهم ازاي لما حد يلمسه لمسه مش كويسه يصوت، يزعق، يطلب مساعده من ناس حواليه كبار، مس مدير او حتى يجي يقول. الحاجات دي تبقى عن طريق ان انا بحدد مناطق معينه في جسم الطفل، زي مثلا منطقه البikini، وبوصل له ان المنطقه دي مش مسموح ان حد يلمسها او حتى حد يشوفها الا الدكتور، وفي وجودي انا او في وجود بابا. طب ايه العلامات اللي بتقول ان ابني اتعرض للتحرش؟ التغيرات الكتير اللي ممكن تكون بتحصل في نمط سلوكه او عاداته اللي كان بيعملها قبل كده واحنا ما كناش متعودين عليها. زي ايه؟ زي ان هو كان بينام كويس قوي بقى بيصحى من النوم مفزوع ومش عارف ينام. زي ان هو كان بياكل اكله كله بقى في تغير في سلوكه ان هو مبقاش عايز ياكل اصلا. زي ان هو بقى متضايق اغلب الوقت، بقى عنيد. زي ان هو بقى بيخاف يروح المدرسه او بيشتكي ان هو مش عايز يروح المدرسه عشان مثلا ممكن يكون حصل له اعتداء هناك او حاجه زي كده. زي ان هو يكون في اثار خدوش او خربشه موجوده على جسمه، ممكن تكون نتيجه مقاومه او حاجه زي كده. زي حاجات كتير قوي ممكن تقول ان هو اتعرض. الاساس هو ان انا اكون عامله جسري تواصل قوي جدا ما بيني وما بين الطفل، عشان لو حصل اي حاجه من دي اكون حاميه نفسي وحاميه ابني، لان يجي يحكي لي فاقدر اخد رد فعل.